كان يا مكان في قديم الزمان كان في بنوتة اسمها سارة. كانت بتحب القمر جدا، وكانت كل ليلة تطلع على سطح بيتها تقعد تبص للقمر تحكيله وتشكيله، ومن حبها في القمر كانت بتحس انه بيرد عليها. وفي مرة من المرات كانت ليلة 14 في الشهر العربي، طلعت زي عادتها تقعد على سطح بيتها تتكلم مع القمر. حست اليوم ده ان القمر مضيء جدا وانه قريب قوي قوي منها، ودي كانت اكتر مرة تحس ان القمر فيه قريب منها بالشكل ده وكأنه مش في السماء وممكن تلمسه بايديها. ساعتها قعدت تبص في القمر قوي وكانت منبهرة بضوءه الجميل. حست ان في حاجة وقعت تحت رجليها، بتبص لقت حتة من القمر، حجرة صغيرة مضيئة جدا، مسكتها بايديها طلعت نور فظيع. وفجأة سمعت صوت هادي بيقول لها: أنا القمر وبضيء الأرض للبشر بقالي قرون، بس النهاردة فقدت جزء من نوري اللي هو في إيدك دلوقتي. انتي لوحدك اللي لقيتيه يا سارة. سارة اتخضت جدا، رفعت عينيها وبصت للقمر، شافت نفسها فيه وكأنه مراية، نفس النظرة نفس الملامح كل حاجة، كأن القمر في اللحظة دي اتحول لمراية وسارة شايفة فيه نفسها. وبعدين رجع الصوت يكلمها تاني ويقول لها: كل بدر بيتولد روح للقمر على الأرض، وانتي النهاردة روح القمر يا سارة. فجأة الحجر اللي في ايديها اختفى وتحول لعلامة مضيئة في كفها. من ساعتها ولمعة القمر دايما موجودة في عيون سارة، وكل اللي يشوفها يقول لها: وشك ولا وش القمر. ده غير ان لما القمر بيبقى بدر في الشهور العربية بيت سارة كان بينور نور مش طبيعي، وكل ده من حب سارة للقمر. أنا ندى وده ندى توكس، ودي حلقتنا اللي هنتكلم فيها عن القمر. النهاردة جاي أكلمكم عن علاقة القمر بالإنسان، والعلاقة دي من أقدم وأعمق العلاقات على وجه الأرض من الناحية العلمية والنفسية وكمان الروحية. ده لأن القمر بيأثر بشكل فعلي على الأرض، فبالتالي بيأثر على البشر بطريقة غير مباشرة. هبدأ معاكم بالمد والجزر. معروف علميا ان جاذبيه القمر بتاثر على المد والجزر للبحار والمحيطات، فعلماء كتير بيقولوا لك ايه: بما ان جسم الانسان بيحتوي على حوالي 70% من الميه، فبالتالي جاذبيه القمر بتاثر على السوائل الموجوده في جسم الانسان، وبالتالي بتاثر على الحاله المزاجيه. وفي ناس تانية بقى بيزيد عندها في الوقت ده التوتر والقلق والتعكرات المزاجيه. عندك مثلا في النوم، يقال ان لما القمر بيبقى بدر بيأثر على نوم الانسان جدا. في ناس بتنام بعمق لما القمر يبقى بدر، وفي ناس تانية حالتها المزاجية بتتأثر جدا ونومها بيبقى قليل جدا برضو لما القمر بيبقى بدر. القمر والعلاقة النفسية. القمر طول عمره رمز للمشاعر عند الإنسان، خاصة في علم النفس الرمزي، يقال إنه بيمثل الجزء العاطفي أو الحدسي عند الإنسان. ولما القمر بيبقى بدر، أبحاث النفسية أثبتت إن ده بيأثر على الإنسان جدا. ففي ناس بتمر في الوقت ده بحالات مزاجية مضطربة، في ناس كتيرة بتبقى عندها رغبة في التأمل والإبداع والكتابة، وفي ناس تانية في الوقت ده بيبقى عندها زيادة في الطاقة وزيادة في التوتر والقلق، وطبعا ده بيأثر على نفسياتهم. في حضارات كتير زمان القمر كانوا بيعبدوه كإله، زي ايه؟ زي الإله سين عند البابليين، وكمان الإله إيزيس في مصر القديمة. ده غير ان هم كانوا بيعتقدوا ان القمر رمز للانوثه، ولانه بيمر بمراحل زي مراحل حياه الانسان. مثلا مرحله الهلال كانت بالنسبه لهم هي مرحله البدايات الجديده، ومرحله البدر هي مرحله الاكتمال والوفره، ومرحله المحق هي مرحله الهدوء والتامل والتخلي. القمر في حياتنا اليوميه. التقويم الهجري اساسا معمول على مراحل القمر، حتى المزارعين زمان كانوا بيحددوا مراحل الحصاد والزراعه على حسب القمر. القمر بقى والخرافات القديمه، في خرافات كتيرة جدا تخص القمر كانت منتشرة من زمان. مثلا في أوروبا خرافة إن القمر بيسبب الجنون، كانوا بيقولوا إن القمر لما بيبقى بدر ممكن يصيب الإنسان بخرف مؤقت. أصلا كلمة لوانتك باللغة الإنجليزية معناها جنون، ودي جاية من الكلمة اللاتينية اسمها لونا بمعنى قمر. فكانوا بيقولوا إن ضوء القمر الكامل ممكن يخلي الإنسان يفقد السيطرة على نفسه أو يصاب بالهوس المؤقت. ومن أشهر خرافات القمر تحول البشر لمستذئبين، والخرافة دي بتقول إن أثناء اكتمال القمر في ناس بتتحول لذئاب، والخرافة دي أصلا طالعة من أوروبا الوسطى. وكانوا بيقولوا إن اكتمال القمر هو السبب في وجود أرواح شريرة وكائنات غريبة على الأرض. طبعا اللي أنا بقوله ده خرافات ملهاش أي أساس من الصحة. الخرافة اللي بعدها: القمر بياكل الشمس. أكل القمر للشمس وقت الكسوف. زمان خالص في الحضارات القديمة كانوا بيعتقدوا إن في وقت كسوف الشمس القمر بياكل الشمس أو على الأقل بيرجعها لورا، فكانوا بيعملوا إيه؟ بيعملوا طقوس غريبة جدا ويقعدوا يصلوا صلوات غريبة لإرجاع الشمس للأمام والتخلص من القمر. كمان في خرافة بتقولك إن النظر للقمر كتير ممكن يصيب الإنسان بحزن أو نوع من أنواع المس أو الجنون. وبرده من الخرافات الغريبة جدا وأعتقد معظمنا سمعها إن في وجه إنسان موجود على القمر، يقولك لو بصيت قوي للقمر هتشوف وش إنسان. زمان كانوا بيقولوا إن القمر فعلا عليه وش، والوش ده وش رجل يسمى بحارس الليل، وموقعه موجود على القمر. وطبعا الكلام ده لا أساس له من الصحة.
طبعا احنا عارفين ان الصينيين من اغرب الشعوب، عندهم مهرجان لحد دلوقتي بيحتفلوا بيه اسمه مهرجان منتصف الخريف. ايه قصة المهرجان ده؟ عندهم اسطورة غريبة بتقول ان في اميرة جميلة اسمها تشانجها عملت ايه؟ شربت اكسير الخلود بالخطأ، بالتالي روحها طلعت السما واستقرت في القمر، وبيقولوا ان وشها موجود لحد دلوقتي في القمر وكلهم بيشوفوه، وعشان كده بيحتفلوا بالمهرجان ده لحد دلوقتي. لا حول ولا قوة الا بالله. تعالى بقى اكلمك عن اسطورة الهند الغريبة، وهي اسطورة القمرين التوأم. هنود بقى الهندوس بالتحديد بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان السماء كان بينورها قمرين توأم، وكل ليلة يطلعوا ينوروا السماء، بس كان في واحد اجمل من التاني، فالتاني كان بيغير منه. في اله اسمه فيشنو اتضايق من القصة دي، بعت لهم رياح سحرية نطرت قمر من القمرين، وعشان كده القمر اللي لسه موجود حزين لانه مفتقد اخوه، وده سبب حزن القمر في وجهة نظره. اصحاب العقول في راحة اقسم بالله. تعالى بقى اقول لك شويه حقائق عن القمر. معظمنا عارف ان القمر اصلا جسم مظلم، لان الضوء اللي احنا بنشوفه من القمر ده انعكاس للشمس مش اكتر. الحاجه التانية ان العلماء بيعتقدوا ان القمر اصلا كان جزء من الارض، بس من حوالي 4.5 مليار سنه في كوكب كبير جدا اصطدم بالارض خلاه يفقد جزء منه، والجزء ده هو القمر اللي بنشوفه دلوقتي. الحاجه بقى الاغرب ان احنا عمرنا ما شفنا الوجه التاني للقمر. ليه؟ لان القمر بيلف حوالين نفسه بنفس السرعه اللي بيلف بيها حوالين الارض، فبالتالي احنا مش بنشوف منه غير وجه واحد بس، وعشان كده الوجه الاخر بيطلق عليه الوجه المظلم. الجاذبيه بقى على القمر حوالي سدس جاذبيه الارض، يعني انت لو وزنك 60 كيلو على الارض، على القمر هتبقى 10 كيلو. الله، ما نطلعش نعمل رحلات دايت ونرجع؟ ولان مفيش هواء على القمر فموجات الصوت ما بتتنقلش، يعني مهما تصرخ على القمر ما يطلعلكش صوت. كمان بيقولك ان القمر بيبعد كل سنه عن الارض حوالي 3.8 سنتيمتر، يعني بعد ملايين السنين القمر مش هيبقى ليه علاقه بالمد والجزر للبحار والمحيطات. اليوم الواحد على القمر طويل جدا، بيعادل 29 يوم ونص من ايام الارض، ودي المده ما بين شروقين شمس على القمر. اما بقى طلوع الانسان على القمر مش هتكلم في الموضوع ده لاني مش مقتنعه بيه، ولو تحبوا اعمل لكم حلقه عن خدعه طلوع الانسان عن القمر قولوا لي في التعليقات. ايه بقى حوار قمر 14 ده؟ القمر بيبقى بدر ليله 14 من كل شهر عربي، يكون بدر ومنور وكامل، وعشان كده ربطوه بالجمال. وفي ثقافتنا العربيه وشك ولا وش قمر 14 هو القمر لما بيكتمل وبيبقى بدر، ودي كنايه عن الجمال والحلاوه. عودتكم دايما ان ألذ حاجه هقولها في الاخر. ايه علاقه قص الشعر بقمر 14؟ في راي منتشر جدا ما بين النساء، وهو ان قص الشعر لما القمر بيبقى بدر او قبله على طول ده بيغذي الشعر وبيساعده ان هو يطول بسرعه، لكن قص الشعر لما القمر بيبقى محاق او مختفي ده بيخلي الشعر يبقى ضعيف ويتساقط كتير. بصوا، مفيش اثبات علمي على الموضوع ده، بس معظم اراء الناس بتاكد القصه دي. العلماء بيقولوا ان مراحل القمر ممكن تاثر على نمو جسم الانسان، لكن موضوع الشعر مش مثبت علميا، بس هم لو ربطوه بالحضارات القديمه ورايها في مراحل القمر هي مرتبطه بمراحل حياه الانسان. زي ما قلت لكم القمر وهو بقى كنايه عن ايه؟ عن الاكتمال والوفره، وعشان كده بيربطوه بالشعر، ان الشعر في الوقت ده بيبقى صحي وقوي عنده امكانيه انه يطول بسرعه. لكن مرحله المحاق للقمر دي مرحله ايه؟ التراجع والهدوء والتخلي، بالتالي رابطينها بالشعر ان ده الوقت الشعر هيبقى هش وضعيف ويتساقط فيه. وبرده مفيش اساس علمي، بس الغريب ان فعلا الشعر لما بيتقص وقت القمر وهو بدر بيطول اسرع. ودي النهارده معلوماتي عن القمر. انا كده خلصت، والحلقه عجبتكم لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه. اشوفكم على خير، باي باي.